العام المقبل إلى مهرجان سنوي. في حدث يعد الأول من نوعه في محافظة السليمانية، أقامت جامعة التنمية البشرية ندوة علمية كان عنوانها اللغة الإنجليزية أكثر الطرق فعالية للتعاون بين البشر، والتي من المرجح تحويلها العام المقبل إلى مهرجان سنوي. احنا موجودون اليوم بدنا نسوي ندوة بعنوان اللغة الإنجليزية كأكثر طرق فعالية للتحاور بين البشر. الندوة مكونة من عدة سيمينارات أو محاضرات يقدموها طلاب مكونين من طلاب مرحلة أولى وثانية، يقدموها باللغة الإنجليزية بشتى المجالات الاقتصادية، اجتماعية، فنية، والغرض منها هي تطوير قدرة الطالب على التكلم باللغة الإنجليزية. وإن شاء الله هذه راح تكون شيء فريد من نوعه لأول مرة صار بكردستان، وإن شاء الله راح يكون هذا يتحول سنة القادمة إلى المهرجان السنوي لجامعة التنمية البشرية قسم اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله راح تكون هذه إحدى الروافد اللي راح تخدم العراق وكردستان بالفترة القادمة إن شاء الله للمستقبل. العلم هو مبدأ المعرفة، وكلما زاد علمنا زادت معه القدرة على مد يد العون للوطن والمساعدة في إنمائه بأحسن الطرق وأفضلها. هذه المحاضرات برأيي مفيدة جدا لي أنا كطالبة، وأيضا كإنسانة، وبعد أريد أخدم بها جامعتي وكردستان وأيضا العراق. تفعيل طاقات الشباب واستثمارها وتعريفهم على أفق جديدة من شأنها العلو بهم إلى مستويات منافسة للجامعات العالمية كان أهم غرض تقصده الندوة، وهذا ما أكده عميد كلية اللغات في جامعة التنمية البشرية الدكتور رؤوف كريم. الغرض من هذا النشاط هو تفعيل طاقة الشباب، الطاقات الشبابية في طلبة قسم اللغة الإنجليزية في كليتنا. النشاط كله عبارة عن 9 سيمينارات مقدم من أكثريته من قبل طلبة مرحلة أولى في قسم اللغة الإنجليزية الصباحي، قسم اللغة الإنجليزية المسائي، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي لأحد طلبتنا المتمكنين. جامعة التنمية البشرية قصدت الارتقاء بطلبتها كون اللغة الإنجليزية هي أول لغة مشتركة عالمية والمهيمنة دوليا في الاتصالات والعلوم والتجارة والطيران والترفيه والإذاعة والدبلوماسية، ومعرفتها تفتح أمام طلبة الجامعة آفاقا ومجالات أوسع. ورود صالح، قناة الفيحاء، السليمانية.